الدنيس المقلي دهبي هنعرف طريقته وسر التتبيله اللي تخلي معانا اي سمك مقلي واخد اللون الحلو ده كده بقرمش من بره وطري من جوه. التتبيله هي سر الطعم واللون والريحه وتوفير الزيت، بس اهم حاجه اعرفوا طريقتها صح. يعني الحكايه حلوه، هنبداها كلنا كده مع بعض بذكر الله والصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. معايا الدنيس وهو احلى سمكيه تتعمل مقلي سليم في البحر المتوسط. اختيارنا لسمكه الدنيس النهارده شيء جميل جدا عشان سهل في التنظيف وقيمته عاليه جدا في الغذاء، وطبعا سهل جدا في اي طريقه هنعملها بيه سواء كان مشوي او مقلي. تنظيف الدنيس كالاتي: بنجيب المقص كده ونبدا نقصقصه ونشيل منه الزعانف والاطراف ديت بالشكل ده كده، ونجيب السكينه على البلانشه ونقشر الدنيس، هيتقشر بسهوله. الطريقه اللي هتشوفوها معايا النهارده ممكن نعملها لاي سمك، يعني مثلا لو البلطي، الدنيس، القاروص، اي سمك عايزين تعملوه مقلي شغال. الدنيس خساره ان يتفتح بطنه وما يتعملش رده مقفول او زيت وليمون مقفول لهذا السبب. شايفين البطروخ والدهن اللي جواه فايده كبيره جدا. هنجيب السكينه ونكحت السلسله كده من الداخل وتحت الحنفيه، هنغسل الدنيس غسله كويسه بالشكل ده. لمعته من الخارج بالشكل الحلو ده كده، ومن الداخل بقى ابيض شفاف. وكل الدنيس اللي معايا انا عملته كده زي ما هتشوفوه دلوقتي. اكتر من 20 سمكه دنيس نضفناهم وبنشرحهم بالشكل ده، على كل جنب لازم تشريحه حلوه كده. هنعمل التتبيله الحلوه بقى المناسبه لسمك الدنيس والجمبري والصبيط. ايه هي التتبيله يا عم رضا؟ يلا مع بعض كده نبدا. معايا 3 قرون فلفل الوان، ومعايا معلقه ملح كبيره، ومعلقه كزبره، ومعلقه بابريكا، ومعلقه كاري او كركم اللي موجود، ومعلقه كمون، وشويه شطه اختياري. ولو فيه نص معلقه قرفه كده صغيره نحطها برده مع التتبيله، هتعمل شغل عالي. بقطع برده الفلفل بالشكل ده كده في قلب الخلاط، وهنجيب 4 معالق توم كبار كده وهننزلهم على الفلفل في قلب الخلاط، وبعد كده هنضيف البهارات والملح بالشكل ده. وهنجيب عصير الليمون، لو معانا نص كيلو ليمون هنعصره كله بالكامل النهارده. مش هنحط خل على التتبيله، ولكن برده المستردة لا غنى عنها. شويه ميه كمان كده عشان نظبط قوام التتبيله بتاعنا. وبعد ما ضربناها في الخلاط تعالى اتفرج على الجمال كده. وبالله عليكم عايز منكم طلب بسيط: التفاعل مع الفيديو ده يا جماعه باللايك والتعليق ومشاركته للغير، ده حاجه جميله جدا. الناس كلها بتستفيد اولا، وثانيا احنا برضه بنكون سعداء وبنفرح بالحاجات دي جدا، عشان هي برضه بتساعد على رزقنا وبتشجعنا، رغم انها مش هتاخد من حضراتكم 3 ثواني. يا رب تعملوها وتعيشوا سعداء في الدنيا بالصحه والعافيه والغنى، ويوم القيامه تدخلوا الجنه من غير حساب. عملت التتبيله وبقت معايا زي الفل. انا هنا بزودها ميه عشان خاطر هعملها كنظام محلول. اما لو هي تتبيله تخينه يبقى هوريلكم ازاي تتبلوا بيها السمك. الدنيس جاهز، كل حاجه زي الفل. يلا بينا. لو التتبيله بتاعتنا تقيله هنتبل بيها السمك بالشكل ده كده، ونحط السمك على بعضه ونسيبه شويه لمده 10 دقايق. هيشرب التتبيله براحته. طبعا الفلفل الالوان مع الليمون والثوم والبهارات هتخلي طعم السمك عسل، والمستردة عامله شغل. هي نفس التتبيله برضه، ولكن احنا خفينها بالميه، وطبعا عاملين كميه كبيره عشان معانا اسماك كتير. وهنا الصبيط اهوت. بنسيب السمك في قلب التتبيله ديت برضه لمده 10 دقايق كده او ربع ساعه يشرب التتبيله، ونطلعه من التتبيله على الدقيق ونغبره او نمشيه في الدقيق بالشكل ده. لازم الدقيق يوصل لكل اجزاء السمكيه، حتى البطن يا جماعه بننفضها. شايفين اهو؟ بص تعالى بالشكل ده. طيب لو معايا جمبري بقى او صبيط، برضه همشيه في الدقيق وانزله في قلب التتبيله ديت، هتبقى حلوه لكل الاسماك. الزيت بتاعنا سخن، هنزل الكميه الكبيره ديت، ولكن هنزل دنيسايه هنا ودنيسايه هناك، وما اقلبش الا اذا السمك بتاعنا شد في قلب الزيت. اروح اقلب اي نوع سمك انا بقليه. الناس اللي بتقول لي السمك بيتسلخ بيتهري نتيجه ان الزيت بيكون قليل او الزيت بارد، والسمك بيتقلب بدري قبل ما يشد بالشكل ده. شايفين انا بقلب براحتي، سمكايه مشدوده معايا وزي الفل. يلا مع بعض كده نطلع الدنيس ونتفرج على الجمال. الله، يا سلام على اللون وعلى الشكل وقيمة السمكية يا جماعة اللي احنا بناكلها. ده دنيس يا جماعة شغال في كل حاجة: مقلي، مشوي زيت وليمون، مشوي ردة، ولو كبير بيتعمل سنجاري. واحلى طريقة برضو انا بحبها صواني كده زيت وليمون بالبطاطس معاه شوية خلطة. الله، لا يا شيف رضا احنا عايزين الطريقة ديت قريبا بإذن الله. وفي طريقة تانية للمقلي اسمها مقلي بالتعريق او المقلي بالرد. اللي بيشوفنا لأول مرة اعملوا متابعة واشتراك في القناة، عشان ان شاء الله لما ننزل الطرق ديت والاسرار والخبايا اللي موجودة عندنا تشوفوها يا جماعة، تكون اول ناس توصل لحضراتكم. بص تعالى قرب. شايف؟ الله،
اللحم من الداخل والقرمشة من بره واللون حاجة عظمة. حتى الصبيط والجمبري والتتبيلة مع الأسماك ديت وطريقة القلي حاجة تانية خالص. عملت الدنيس وتتبيلته، وفي الأيام القادمة هنعمل برضو اللوت المقلي جزل، واحنا عارفين طبعا ان اللوت في المقلي شكل تاني، والقاروص برضو هنقدمه مقلي جزل. لكل واحد فيهم كده سر وتتبيلة مميزة. والجمبري هنعمله طاجن ومشوي على الجريل سواء كان فيليه أو مشوي بكل الطرق بإذن الله. يلا مع بعض كده نقول رأينا في التعليقات ونذكر الله ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله عليكم ما ننسى اللايك يا جماعة.